وصفة اليوم راح تكون دي ميني زيكلير او كراكلان بواحد الكريمه بنكهه القهوه. متقدروش تتصوروا البنه اللي فيها. قبل ما نبدا في الوصفه حابه نعرفكم بلي نوفيل كابسول اللي راني نستعمل اسمها ميلوتي اسبريسو، قهوه جزائريه بجوده عاليه. لازم نشجعوا منتوج بلادنا وندعموه. صراحه عندي مده وانا نستعمل فيهم. متوفر بربعه اذواق، 4 الوان، واحد ما يشبه الاخر، ولا كابسول مصنوعه من الالومنيوم. اخترت كورسيكا للشده والذوق القوي اللي فيها، هكا باش نكه الكريمه اللي راح نعمر بهم لي زيكلير ديالي. حطيت الحليب يسخن وخلطت البيض، السكر، لا مايزينا، ونكه القهوه ولا كابسول كورسيكا اللي خرجتها من قبل. بعد ما خلطتهم مليح والحليب ديالي سخن، خلطتهم مع بعض وحطيتهم يعقدوا وزدت لهم الزبده في الاخر. اما لا باتاشو انا نحب نخدمها بالماء، تقدروا ديروها ميلونج بين الماء والحليب، بصح نفضل تاع الماء. راح نخلي لكم المقادير والتفاصيل مكتوبه اسفل الفيديو. خدمت ثاني الكراكلان اللي هو اسهل ما يكون، نفس كميه السكر، الفرينه والزبده، تحصلوا على عجينه تطرحوها رقيق، تحطوها في الكونجيلاتور، تطبعوها وتحطوها فوق لي زيكلير اللي تكونوا بوشيتوهم كيما راكم تشوفوا. اللي ما حبش يدير الكراكلان رشوا عليهم شويه تاع سكر غلاس. طيابهم مهم، الفرن يكون مسخن على 175 درجه، ما ديروش المروحه، ما تفتحوش عليهم قبل ما يجوز عليهم 30 دقيقه. مور ما يبردوا لكم راح تعمروهم. يعني اسهل منهم ما كانش. بزاف ناس تخاف منهم رغم بساطتهم. لازم عليكم تجربوهم وجربوهم بنكهه القهوه كيما درتهم انا.